وانت رايح انترفيو اوعى تلبس زي كده. مهم جدا وانت رايح انترفيو ان انت تعرف تبيع نفسك صح. واحده من المواقف اللي بنتعرض ليها سواء كنت بتشتغل بياع او مش بياع هو الانترفيو. مهم جدا وانت رايح انترفيو ان انت تبيع نفسك. لو معرفتش تبيع نفسك صح صدقني مش هيحصل لك اكسبتنس في الانترفيو ومش هتعدي الانترفيو. عشان كده واحده من المهارات المهمه جدا تبقى موجوده عندك هي ان انت تسيب فيرست امبريشن كويس، تبقى شخص بريزنتبل، عارف تقدم نفسك صح، عارف تبيع نفسك، عارف تشرح انت مين، ايه نجاحاتك الشخصيه، ايه اهدافك الشخصيه، انت بتبص على الدنيا بشكل عامل ازاي. الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها دي البياع بيعملها وهو بيبيع وهو رايح يقابل العميل اول مره. البياع لما بيروح يقابل العميل اول مره في ميتنج المفترض ان هو يعرف يقدم للعميل الشركه اللي هو بيمثلها بشكل بروفيشنال، ومن ضمن الحاجات دي ان هو يبقى شخص بريزنتبل. هو لو مش شخص بريزنتبل وعرف يسيب فيرست امبريشن كويس عن الشركه بتاعته وعن نفسه هو مش هيبيع ومش هيعرف يتعامل مع العميل ده. يبقى احنا كده بنتكلم ان وانت رايح تعمل انترفيو انت بتبيع نفسك، وانت رايح تقابل العميل انت بتبيع شركتك. في الحالتين مهم يبقى عندك المهارة والحرفية الكافية ان انت تعرف تقدم ده بشكل بروفيشنال. في الكبسولة سيلز سكول عندنا مجموعة من الكورسات اللي بتركز على المهارات الأساسية اللي لازم تتعلمها سواء كنت بتشتغل بياع أو مش بتشتغل بياع.